واللي ما عنده قدره بناس يقول لك يا اخي انا منين بدي اتبرع؟ يا اخي انا ما عندي استطاعه اتبرع. ولكن عن طريق النشر يعني نسوي الخير كثير، فتقدر انت تساهم معنا بالنشر، ساهم معنا بالنشر ولك الاجر. قال عليه الصلاه والسلام الدال على الخير كفاعله. اليوم احنا متواجدين في مدينه معاسن، وين؟ في مسجد ابو بكر الصديق. اخواني هذا المسجد انضرب بال 2012 من قبل احد الطائرات الميج، والطائره اللي ضربته تم اسقاطها والحمد لله. ولكن اخواني المسجد من تاريخ 2012 اليومنا هذا واقف 13 سنه اخواني، بيت من بيوت الله 13 سنه واقف، لا تقام فيه صلاه ولا يرفع فيه صوت اذان. ليش هذا يا اخواني؟ ليش هذا الشيء؟ مو اجرام، مو اجرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا حتى الزرع، حتى الزرع يتحدث، والله انه يتحدث. شوفوا من بين البلاط طالع الزرع، يدل هذا الشيء انه سنين يعني اللي لفت نظري انه المصلين حاولوا انه يصلون بهذا المسجد ولكن ما استطاعوا يصلون جوة نار، يلاقون كمية التراب بهذا المسجد. فاخواني بيت من بيوت الله، والرسول عليه الصلاة والسلام اقسم انه ما نقص مال من صدقة، تبرعوا وساهموا البيت من بيوت الله. والله كل تجارة خسرانة الا تجارتك مع الله سبحانه وتعالى، هي اللي تنجيك بالدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. إخواني قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص غطاه بنى الله له بيتا في الجنة. الأجر للمساجد أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنت اليوم ترجع بيت من بيوت الله ومسجد أبو بكر الصديق إلا الرفاع صوت الأذان وإقامة الصلاة وحلقات تحفيظ القرآن تكون بهذا المسجد. وهذا المسجد موجود جنب ناحية محسن، مركز الناحية مضبوط. إخواني اللي حابب يساهم، اللي حابب يقدم شيء، يتواصل عبر الواتساب، رابط الواتساب في البايو. واللي ما عنده قدره بناس يقول لك يا اخي انا منين بدي اتبرع؟ يا اخي انا ما عندي استطاعه اتبرع. ولكن عن طريق النشر يعني نسوي الخير كثير، فتقدر انت تساهم معنا بالنشر، ساهم معنا بالنشر ولك الاجر. قال عليه الصلاه والسلام الدال على الخير كفاعله. فنرجو ونحث على الخير، اذا عندك استطاعه تتبرع تبرع، واذا ما عندك استطاعه ساهم بالنشر، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.